اللي هتغيب تغيب وترجع لمكانها تاني. انا اقطع معاكم الرغيف عيني عينك كده. بصي عشان ما يلزقش في ايدك وانت هتعمليه. نسيبوه يشف وندب وشه زي ما هدب مص. يا دوبك هنسوي وشه كده اهو وندبوه عشان ما يفرطش ويطلع لا مؤاخذه ماهي ما فيهوش لبه من جوه ومعدي. العيش عالي ازاي كده؟ العيش بعد ما خمر وهو عالي كده تعرف ان ست البيت اللي قطعت وحط في الشمس شاطره ما يطلعش مصفوط كده، طلع لك لبه حلوه ومن جوه ما يبقاش معدن وملبد. نروحوا قلبينه على الوش التاني عشان يكمل خمره في الشمس بالشكل ده اهو. مفيش في شطاره حريمنا والله. نشوا الرده اللي فوق دي، الرده لو نشفت عليها العيش من فوق هيتشقق ويتفتح وبكده يكون العيش باظ منك. شاطره عالدر العوده او الدبوس تدريه كده كده في الرغيف. ما هتعملوهش نبش فراخ كده كده نبش فراخ، لكن لما تضروا كده كده دي شاطره هتخبز من زمان. الفرن هتتجاد يعني لسه ما صفيتش، اعوذ بالله من النار اللي فيها دي. كده الفرن صفيت عقبال واحده عارفها كده تصفى من ناحيتي. هنروحوا دايبين التفويضه دي نفوضوها كده كده هنمسحوها من اي تراب، ولو هي سخنه جو تبرد. وكده تكون جاهزه ان احنا نحط فيها العيش. الرحمن الرحيم. نروح حاطينه على المطرحه كده وندخلوه الفرن جنب اخواته يترصوا بالشكل ده. اللهم صل على النبي. شايفين التفاح؟ تفكر افتح مشروع في القاهره اللي عيش الشمشي والجعبايه، لا تاخد الفكره كمان وتجلدوها. وقلنا ايه هيتاكل مع الطبيخ مع سمنه وشويه سكر وهو مطلع دخان كده هو يسيح وهو يبقى حلو. سندوتش هيك مع جعبايه طالعه من الفرن ملزوزه وحتتين لحمه في النص، يا هيتاكل مع اي حدا في الحياه. نعمه ربنا. يا اختي شايفين التفاح؟ من شطارتنا بدأت تجلدنا. تسيبكم انتوا، الاصل موجود يفضل طول عمره ثابت وجوده.